القادة بيطالب بضربة نووية بسرعة قبل ما تتم إبادة إسرائيل وتتمسح من على الخريطة، لكن بيرد عليهم نتنياهو ورئيس وزراء إسرائيل: انتوا اتجننتوا؟ عايزيننا نضرب غزة اللي تبعد عن تل أبيب كام كيلو كمان بالنووي؟ انتوا عايزين تقضوا على الشعب اليهودي؟ مستحيل نعمل كده. فيرد عليه رئيس الأركان ويقول له: طب ما يلا نضرب مصر بالنووي ونوجه صواريخ باليستية للسد العالي تغرقهم كلهم، أصل مصر لو وقعت الدول العربية كلها تقع وراها زي قطع الدومينو. لكن بنيامين نتنياهو رفض، قال لهم التصعيد النووي هيقابلوا تصعيد نووي من حلفاء العرب زي روسيا والصين، وهتقوم حرب عالمية ثالثة والخاسر فيها هيكون احنا الإسرائيليين. واقترح عليهم ان هم يحلوا الموضوع بالتفاوض مع العرب، وان هو ده السبيل الوحيد لنجاتهم. وبعد ساعات طويلة من القتال بيقف قائد العملية العسكرية المسؤول عن العملية كلها في مدينة خان يونس وبيقول: النهارده بنعلن تحرير غزة بالكامل، والانتصار ده هو الخطوة الأولى لتحرير فلسطين كلها. لكن الانتصار ده برغم عظمته كان هو مجرد بداية، لأن الكل كان عارف إن دي لسه مجرد معركة، لكن لسه الحرب في انتظارهم لحظة تحرير القدس والتصدي لأي قوة معادية وخارجية. بعد تحرير غزة بالكامل